في ختام اليوم الأول من هذه الجولة مشاهدينا متابعينا نشاهد الحالة التي يبدأ خاصة هنا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل إلى فرانكي سيه بيرسل كرة. يا سلام على التمريرة، لا 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 رياض محرز على هذه طريقته، هذا الكنترول بيرسل كرة في مكان رياض محرز صاحب الأرقام، والكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية ضربة مرمى. إذا كما ذكرنا هنا توني صوب عدى، لكن الكرة بترجع إلى رياض محرز عرضية وحارس المرمى يتصدى. فرص حقيقية نصف ساعة مشاهدينا، مرة شوفوا التمريرة وشوفوا الكنترول، شوفوا التمريرة من قبل الاستلام، من قبل الاستلام الكرة بترجع مرة أخرى. رياض محرز لو كان في نقاط على الاستلام، الله التصويبة يا رب في راس البريكان. شوف اللقطة فيصل بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي بطولة الدوري. أذكر السادة المشاهدين النادي الأهلي كان الأفضل في شوط المباراة الأول لكنه لم يسجل. توني يتقدم، توني مع بداية شوط المباراة الثاني يريد أن يتقدم، لكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود إلى فراس البريكان عرضية رأسية، لكن الكرة بعد ذلك من جانب جابري ما ينقطع. الكرة بترجع مرة أخرى في مكان عن طريق رياض عرضية رأسية، لكن لم تأتي حارس المرمى عبد الله العواشير. مشاهدينا لابد بأن هناك الكثير من التعليمات والتوجيهات. وسعد بن عبيد عرضية والرأسية، الكرة تسقط، لكن والمستمع لهذا اللقاء محرز فيها لمسة، توني فيها همسة لكن مقطوعة. وصلت إلى إيبا، إيبا يتقدم، إيبا بيزيد فيها إلى فرانكي سيه صواب، لكن الكرة من جانب فرانكي سيه إلى خارج الملعب في الجانب. يا سلام على المرور، بيلعب الكرة إلى رياض محرز، وقف تقدم حاول مرات لكن تردد فيها تردد. كان يمكن له أن يفكر بالتصويب. ما زالت دفاعات فرسان مكة تقاتل وتسحب الكرة في مكان إلى فرانكي سيه، الكرة العالية إلى فراس، الله على الارتقاء يا رب. يسار الأهلي ومسارهم، خيار الأهلي وقرارهم، مسار الفريق تحدده قدم رياض اليسرى. يا لرياض يا لرياض المحارب، لا يترك الواجب، لا يترك الواجب، إنهم يستحقون، لقد صنعوا لكم كثيرا، الآن تسجلون. يا الارتقاء من تمرير